بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. وقعدتنا النهارده حقيقه من اول لما نزلنا على السوشيال ميديا ان النهارده هي قهوه للصحافه والصحافه الرياضيه مع نماذج واسماء كبيره جدا جدا ومحترمه في فتره من الفترات المهمه جدا جدا فيما يتعلق بالانتقالات الشتويه وردود الافعال كتيره جدا جدا. فالنهارده عندنا حلقه مهمه جدا بتفاصيل مهمه جدا جدا. قبل اي حاجه خلونا نرحب بنجومنا واساتذتنا الكبار اللي مشرفينا ومنورنا. استاذ ابراهيم المنيسي، مساء الجمال. مساء الفل يا هيما. مرحبا. ايه انت عامل ايه؟ والله زي الفل الحمد لله يا رب دايما. استاذنا ونقيب الرياضي الكبير استاذ احمد الخضري، مساء الجمال. مساء الجمال. ازيك يا فندم؟ منور يا فندم. كله زي الفل. كله تمام. استاذ احمد عبد الباسط، مساء الفل. اهلا وسهلا بيك يا فندم، نور الدنيا. تسلم يا كابتن. استاذ عمرو، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ عمرو، اهلا وسهلا. نور الدنيا. عاد الينا من جديد الاستاذ محمود شوقي بعد ان سافر الى قطر والدوحه، ثم من قطر والدوحه الى المغرب، ثم عاد الينا اخيرا الى الاراضي المصريه. فحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا هيما. ايه يا باشا، كعب داير ولا ايه؟ كعب داير. مالكش حبايب هنا تسال عليهم في القهوه ولا في معلوماتي؟ شكله اتغير ولا لا؟ وحشنا كتير. شكله في تغيير. بقالنا فتره فعلا. ومشرفنا ومنورنا. اسالني على عبد القادر الاستاذ خالد الاتربي. تبدأها كده؟ واشرحوا لي بقى الموضوع ده. بدايتها كده. طب ما انا لك تسالني على حد تاني؟ ايوه ثانيه واحده، انت قلت لي اسالك على مين؟ لا خلاص بقى. على ديانج. والله ما انا مكسر لك كلمه، انا بسالك على ديانج. ده على طول. يلا على طول بينا. كده. يلا بينا. طيب ازيك الاول يا ابراهيم؟ مبسوط ان انا معاك طبعا. ربنا يخليك يا على خلود. حسب الكبار اللي موجودين في القهوه، قهوه الصحفيين، عارف انت اللي هو أيوه. قهوه المصريين. ودي احلى حاجه بصراحه. التوليفه حلوه وعاجبه الناس الحمد لله. وحاجه عظيمه يعني. الحمد لله. طيب هو قبل ما اطلع على الهواء مباشره كان في بيني وبين وكيل اليو ديانج خالد مغربي اتصال. والراجل نقل كل التفاصيل بقى بتاعت الموضوع كله. يلا قول لي. النهارده كان بينه هو وبين تروب مكالمه، حتى النهارده كان بيحاول ان هو يقنعه انه ينتقل الى نادي فالنسيا. وده عكس ما كان بيتقال ان طالما فالنسيا تعاقد مع رودريجيز يبقى خلاص يبقى فالنسيا مش عايزه. لا، الراجل اكد ان فالنسيا عايزه حتى الان، وان لوائح الدوري الاسباني بتسمح للاعب المالي انه يقيد انه لعيب اسباني عادي جدا. ومش بس اللاعب المالي، في عده دول في اتفاقيه ما بينها وبين الدول الافريقيه. عده دول افريقيه وغير افريقيه كمان. ماشي. ان هم ممكن يقيدوا كلاعبين محليين عادي. فالراجل بيقول ان المدير الفني كان معتمد على انه يكون رودريجيز جنب ديانج عادي، ما فيهاش اي مشكله. وحاول انه يقنع تروب. قال لك المشكله والمفاجاه كانت بالنسبه لي ان قبل مباراه يانج تروب كان وعده ان هو يفكر في الموضوع. ولكن في اتصاله النهارده تروب قال له لا، انا متمسك انه يكون موجود. ديانج لعيب اساسي بالنسبه لنا، وانا مش هقدر ان انا اوافق لك على العرض بتاعك. فخالد مغربي كان بيحاول انه يتكلم في فكره انه ديانج عمره ما عمل ازمه مع النادي الاهلي في الوقت اللي هو بس هو مصمم ان هو مش عايز يمشي. كان عايز خلاص. ما هو خلاص الراجل قافل السكه، النادي قافل السكه. وتروب برضه قفل السكه. هو بيحاول حتى اللحظه اللي بكلمك فيها دلوقتي، يعني هو عايز يخرج. بس النادي الاهلي حتى برضو سالت الناس في النادي الاهلي قالوا لا، احنا مش هنسيبه يخرج. حتى لو مشي مجانا بنهايه الموسم احنا برضو ما عندناش مشكله. ده رغبه فنيه للمدير الفني، ومفيش بديل دلوقتي ان انا اقدر اجيبه مكان ديانج في الوقت الحالي. العرض اللي كان جاي من فالنسيا على فكره هو $500,000، مش اكتر من كده. أيوة. مش اكتر من كده ولا اي امتيازات اخرى. ولكن ديانج خلاص هو كان بيراهن على فكره انه عمره ما عمل مشكله مع النادي الاهلي. اقعد احتياطي، اقعد كولر مش عايزك فاخرج اعاره وتشال من القايمه. برضه كان بالنسبه له بس هو خلاص يعني 100% مكمل. ده تصريحات وكيله ما فيهاش. عظيم. انا بقى عايز اتكلم في معضله واشكاليه، وبعدين انا كمان عايز اخد كل الاخبار. فاخد كل الاخبار في اللفه الاولانيه، بعدين نخش في الاشكاليه اللي انا عايز اتكلم فيها. فاستاذن استاذ ابراهيم واستاذ احمد بما ان هم يعني كبار القعده يعني سنا ومقاما، يعني هناخد اخبار واخد تعقيبات من حضراتكم على الجزئيه ديت. ايه قصه المهاجم في الاهلي؟ اشكاليه كبيره. اهم من الاشكاليه اللي انت هتناقشها بعد شويه. اتصور انه الازمه دي مطوله بقالها فتره. والناس طبعا زعلانه جدا من الموضوع ده، وجمهوره له حق بلا شك يعني. والغريب في الامر ان الناس في النادي الاهلي مقتنعه بنفس الفكره برضه. ايه هي؟ مقتنعه على ان الجمهور عنده حق.
وانه لازم الفرقه محتاجه مهاجم سترايكر تقيل ماشي. يقدر يفيد الفرقه في التوقيت ده. الاهلي فين دلوقتي من موضوع المهاجم؟ الساعات الاخيره امبارح كان الامور فيها تشاؤم شويه. النهارده في تفاؤل كبير انه في امكانيه لحسم انا عايزك انت والاستاذ خالد الاتريبي تختلفوا مع بعض. ده نختلف ده كمان شويه. عايزين نختلف بقى. يلا. المهاجم الانجولي البرتغالي اللي انت اتكلمت عليه قبل كده كمش ده اعتقد ان هو مقرب جدا. كمش يعني في الساعات الاخيره حصل تفاوض فعلي، اللاعب خلاص خلص. يعني القبول والرفض الملف ده انتهى، وافق وحتى كمان تم الاتفاق على راتبه السنوي وكل حاجه تمام. ماشي. ناديه هو كان في مشكله في ناديه، وكانوا طالبين ارقام كبيره تتعدى 2 مليون يورو، وبعد كده رجعوا قالوا ان احنا متمسكين باستمراره اصلا مش هنطلعه. الساعات الاخيره شهدت انفراجه كبيره مش قليله تخليك يبقى عندك امل برضه في النادي الاهلي انه اللاعب ده ينضم خلال الساعات. يعني ايه انفراجه؟ ايه اللي حصل؟ فتحوا الباب شويه في التفاوض المالي، والنادي الاهلي طلب اعاره بنيه البيع. فحصل كلام جد جدا في القصه دي. وافقوا عليه؟ انا اتصور يعني انه وافقوا عليه. حطوا كام رقم؟ بص الكلام على 1.5 مليون يورو ده في حاله اعاده البيع، و400 او 350 الف يورو. 400,000 400 في الوقت الحالي يعني. 400. محمد محمود اللي هو الفلسطيني بيسموه مومو. ايوه. ده محترف في المانيا تحت السن. ده اعتقد برضه انه بيخلص خلاص، الموضوع انتهى وحصل اتفاق معاه. ومع ناديه رتوش اخيره جدا، اعتقد برضه ان هو ينضم تحت السن. 2005 بخلاف كان في لاعب عراقي تحت السن كان في مفاوضات جاده جدا مع مهند علي. لا تحت السن. غير مهند علي اللي هو قبيل. ده كان قبيل ده اتكلمنا عنه. حصل تفاوض معاه جد جدا جدا، وكان الاهلي مركز قوي مع اللعيب الجزائري رمضاوي اللي تحت السن. لا انا عايز دلوقتي اللي هم الليسته الاخيره. مومو الفلسطيني. عبد الحميد المصري البولندي. ماشي. اسمه انياس تقريبا. ايوه. انياس عبد الحميد المصري البولندي. ده قريب جدا جدا من النادي الاهلي، هو ومومو تحت السن. بشرط ان هم يعدوا من الكشف الطبي. طبعا اي حاجه طبعا كشف طبي. ماشي. لكن الاتفاق مادي والكلام ده الامور تمت، اعتقد دول تحت السن والانجولي فوق السن، ويبقى اتقفل الملف. حاجه اخيره عشان يبقى افدنا لك برضو الانتقادات شويه. لا احنا هنيجي تاني يعني احنا ممكن في الساعات اللي جايه تسمع عن انتقال عمر سيد معوض. عمر سيد معوض يروح فين؟ البنك الاهلي. تصور الديل ده بيحصل في الساعات الاخيره بشكل كبير جدا. عايز اكمل بس حاجه في موضوع المهاجم. في برضو يعني مهاجم عربي محترف في احد الدوريات الاوروبيه برضو. يعني في كلام برضو على القصه دي، ومش يعني مش قصه بقى بين علي ولا لا دي المعلومه اللي عندي. مهاجم برضو عربي محترف في احد الانديه الاوروبيه. هو مش هيخرج ما بين الكابوش الاسم اللي قاله محمود والمهاجم العربي المحترف في احد الانديه الاوروبيه. طيب سؤال، جراديشار مكمل ولا لا بناء على المعلومه بتاعت دلوقتي مش بتاعت بكره الله اعلم. لا دلوقتي وبكره ما هو الكلام على المهاجم الاجنبي هيتم. يتم المهاجم الاجنبي باليمين يطلع جراديشار بالشمال. بص يا ابراهيم، الناس في النادي الاهلي بتتكلم معاه هيقول لك احنا خلاص ساعات وهنعلن عن اللاعب الاجنبي. ده كلام قبل ما اطلع معاك على الهواء. وبالتالي جراديشار بره. طيب سؤال، جراديشار كان ماشي فعلا واتلغت تذكرته وقعد ولا ايه الملابسات؟ ما عنديش عندك معلومه؟ لا انا عندي القصه كامله. عندك القصه كامله. اقف عندك بقى هجيلك. ايه الاخبار في الزمالك؟ طب قبل عمرو ممكن اضيف حاجه هنا في نفس الملف ولا نطلع براها؟ لا يلا. طيب بعد اذن الاساتذه برضه انا عندي معلومه، هو ليه ملف المهاجم اتاخر داخل النادي الاهلي؟ ده سؤال الجمهور بيسال عنه. برضه انا سالته من خلال معلوماتي، انا عارف انه في دايره قريبه جدا من يسترب بتضم الكابتن وليد صلاح الدين واستاذ اسامه هلال مسؤول التعاقدات او مدير التعاقدات ايا كان. هذه الدائره دائما تسمع الفتره الاخيره تعطل صفقات. احمد نبيل كوكا طالع، لا ده يسترب قال لا انا عايزه، ديانج مش هيمشي غير لما تجيبوا لي مثلا بديل، لا انا عايزه 6 شهور ومش هتطلعوه اعاره. جراديشار مش هيمشي غير لما يجي مهاجم. انا عندي معلومه انه كومش اللي هو المهاجم النادي الاهلي كان بيخلصوا باتفاقات تليفونيه ب 400,000 دولار عادي جدا، والموضوع ماشي عادي جدا. ده على سبيل الاعاره. على سبيل الاعاره من 48 ساعه بالظبط وكانت خلصانه. ما انا هقول لك اللي محمود قاله بالظبط واللي خالد بيقوله، الا انه نفس هذه الدايره برضو اتبعت عرض رسمي من النادي الاهلي بعد ما اتفق النادي الاهلي باتفاقات تليفونيه ان انا هجيبه ب 400. تم ارسال عرض ب 200,000 دولار، نزل العرض 200، فالناس هناك لقلقت. معقوله؟ منين بتقول لي 400 تليفونيا ومسؤولين كبار في النادي الاهلي، ومنين يجي ناس تانية تقول كذا كذا؟ فانا بقول لك انه ممكن يكون
سبب كبير جدا من اسباب تاخر المهاجم انه الشغل فيه مفيش توافق او بالشكل ماشي. انه حد يدخل على شغل اخر، فبالتالي بتوصل الموضوع لتاخر صفقه المهاجم. عشان كده نوصل لموضوع انه جراديشار مكمل في النادي الاهلي لحين انتهاء صفقه المهاجم لو اتفقنا خلصت. الحلقه اللي فاتت يا ابراهيم على ان في تغييرات هتحصل بعد فتره الانتقالات. قولوا لي اللي عندكم، انا ما تغييرات بحبش من بعيد لبعيد إدارية كده. طبعا. يعني من بعيد لبعيد انا ما طبعا بفهمش. صح في كده؟ تغييرات في هتحصل هيكله كامله هتحصل طبعا بناء على اجزاء بيتكلم فيها عبد الباسط. لا بناء على امور كتيره كانت احد الاسباب الرئيسيه ان ملف المهاجم وبعض الملفات اتاخرت في فتره الانتقالات اللي احنا فيها. شوقي. انا اعتقد انه الفشل بيشيله الكل والنجاح بيشيله الكل. بس انا مش شايف فيه فشل. لو البعض تاخر يعني تاخر يعني. انا مش شايف يعني يا جماعه الاهلي جامد قوي، يا جماعه الاهلي يا دوب ايوه ماشي، بيحط شويه حاجات اسماء بسيطه يعني شوف فرقه ما شاء الله يعني فرقه اساسييها جامدين. هو أيوة، انت كل اللي عندك انك بتحاول اللي انضمت انت بتحاول لا تقرب الفجوه. ما بحملش مكان. لا انا بس انا عارف ان انا عارف ان شوقي ما يقصدش الكلمه بمعناها، بس انا بقول علشان برضو تبقى ما حدش يجتزئ ايوه انا بتكلم فكره المهاجم. لو الناس بتعتبره فشل فده بيشيله الكل والنجاح بيشيله الكل لو الناس بتعتبره فشل. ماشي. لكن في الصفقات المحليه مثلا انت ضميت افضل المقترحات المتاحه. صحيح. هادي رياض جاي خلاص. هادي رياض خلاص الاتفاق النهارده خلص. كان في النهارده اتصالات مكثفه جدا ما بين الاهلي وبتروجيت على هادي رياض. تم الاتفاق بشكل نهائي منذ ساعات قليله على 3 اقساط شهريه. 1 2 1 3 1 4 8 مليون 8 ونص 8 ونص. عظيم. الاجمالي 25 مليون. الدنيا عندك ايه في الزمالك يا باشا؟ اتباع ناصر ماهر. اتباع ناصر ماهر وبقى فيه سيوله. ولكن هناك كارثه اخرى. يمكن مباراه الامس يعني خلت الموضوع يتطمس شويه، ولكن كارثه كبيره ان نادي بحجم الزمالك يجي له عقد احتراف للاعب مزور. يعني سيف فاروق جعفر. مش فاهم حاجه، بتقول ايه؟ سيف فاروق جعفر وصل له عرض، طلع اعلاميا، طلع من خلال الزملاء يعني ان في عرض من الاهلي القطري وصل لسيف فاروق جعفر. لما سالنا في نادي الزمالك يا جماعه هل اللاعب مطروح للبيع؟ قالوا لنا ده معلن بشكل واضح ان سيف متاح ان هو يخرج في الانتقالات دي ويتحرك من نادي الزمالك بحيث يشارك بشكل اكبر على سبيل الاعاره، وممكن يبقى فيه نيه بيع. فخلاص القرار متاخد ان اللعيب يخرج، ولكن ان العرض يتم اثارته اعلاميا ويتنشر اعلاميا ان هو من الاهلي القطري للزمالك احنا عايزين نشتري سيف فاروق جعفر. فاحنا ما وصلناش العرض، فسالنا نادي الزمالك يا جماعه العرض ده عندكم؟ لا والله العرض ما وصلش على اي ايميل يخص النادي. بعد ساعات قليله الناس قالت لا العرض جالنا على الواتساب. يعني اتبعت على الواتساب من الوكيل. دي حاجه جديده بقى، دي بقى حاجه جديده نازله السوق دلوقتي دي. لا عادي بتحصل يعني ساعات بيتم التعاملات، ولكنها تعاملات غير رسميه ما تقدرش تستند فيها اصلا. لو دخلت في قضايا بتروح المحكمه الرياضيه او الاتحاد الدولي بتسيب الموبايل ده اصلا في الحافظه هناك، وقصه كبيره كده لو عايز تلجا لموضوع الواتساب في قضايا او حاجه شبه كده. فاتقال لا ده العرض جالنا واتساب ووصل لمدير التعاقدات وبيتم التحقق منه. بعد ساعات فوجئنا كلنا بتصريح من رئيس النادي الاهلي القطري ان العرض ده مزور. نادي الزمالك ممثل في رئيسه الكابتن حسين لبيب والمدير الرياضي جون ادوارد على الفور. ازاي عرض مزور يجي لنا وجالنا من مين؟ فطلع ان الوكيل ارسله للاعب واللاعب ارسله للنادي، فبدات تتفتح تحقيقات هي لحد الان غير معلنه، ولكن انا باكد لك ان اتفتح تحقيقات وتم ارسال ايميل رسمي للنادي القطري بيتم سؤالهم فيه يا جماعه انتوا بعتوا العرض ده ولا لا؟ لان واضح ان القصه كبيره كمان يا كابتن ابراهيم. في حاجه اسمها الليجل والتي ام اس والحاجات المراسلات ما بين الانديه بتيجي منها. العرض ده كمان جاي من دومين واضح ان حد اشتراه عشان يلصق اسم الاهلي القطري في الموضوع. فنادي الزمالك بقى منزعج جدا وخاطب الاهلي رسمي، الاهلي القطري رسمي من خلال ايميله اللي موجود على التي ام اس، وبتجرى مباحثات لان في علاقه ما بين جون ادوارد والناس في الاهلي القطري، فبتجرى كمان مباحثات هاتفيه يا جماعه ردوا علينا بشكل رسمي حقيقه العرض ده اتبعت من خلالكم والايميل ده بتاعكم ولا لا؟ والاتحادات دي قد تشمل وبالتاكيد هتشمل وكيل اللاعب واللاعب.
لان لما توصل ان نادي بحجم الزمالك يجي له عرض مزور، دي جديده، واقعه جديده من نوعها. طيب الاشكاليه اللي انا عايز اناقشها مع حضراتكم هي اشكاليه لها علاقه برؤيه الجمهور الان في فتره الانتقالات وفي كل فتره انتقالات بما يجب ان تقوله الصحافه وما يجب ان يصدر من الصحافه وما لا يجب ان يصدر من الصحافه. اللي قاعد على كرسي مشجعين النادي الاهلي اما وانه الزمالك عشان ابقى محدد الزمالك مقفول له قيد فما عندوش صفقات فما عندوش ده ان انا اقدر اتكلم عليه او ان انا احط الاسم ده، انما انا عندي دلوقتي النادي الاهلي بيشتري صفقاته في سوق الانتقالات. فالاشكاليه بتقول هل المفروض انه الصحفيين المنتمين للنادي الاهلي بطبيعه الحال يقولوا الاخبار اللي عندهم علشان دي شغلانتهم وبيلبوا فيها الفضول اللي عند المشجع العادي وعند رجل الشارع العادي بان هو بيقول له الشارع الكروي انه بيقول له الاخبار، ولا لا خد بالك انت لما بتقول لي الاخبار ديت انت كده بتضيع على النادي فرصه ان هو يعرف يتفاوض في سريه تامه. طيب هل انا كصحافه مسؤوليتي هنا بتتحدد بان انا بقول لك خبر سليم وصحيح فانا كده ما كذبتش واعاقب، ومن المفروض ان يكون هناك عقاب من الجهه اللي انا بشتغل معاها اذا انا قلت اسماء غير حقيقيه وغير حقيقيه ولم يتفاوض معها النادي الاهلي؟ هل دي مسؤوليه الصحافه ولا لا؟ لانه هذا الامر هو جدلي بطبيعه الحال وانا بتابع ردود افعال الناس والسوشيال ميديا ومدى اختلافهم في هذه الجزئيه. اللي بيقول لك يا عم انا عايز اعرف اخبار النادي بتاعي ومفيش حاجه بتستخبى، واللي يقول لك لا 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 انا الاخبار دي بتضرني انا دلوقتي لان النادي بتاعي لما يخش يتفاوض الدنيا بتغرق. بص يا هيما، مبدئيا خلينا نقول انه الصحفي في شغلانته شغال عند القارئ او شغال عند المتلقي، بس مسؤوليته نقل الحقيقه. وانت بتتكلم على انه ينقل خبر، والخبر لازم يبقى حقيقه. صحيح. لكن في حاجات بتتنقل هي في طور الاجراءات. انك انت لما تيجي تحلل بعد ما يخلص مولد الصفقات لو جيت تحلل مضمون كلام كتير اتقال هتلاقيه صفي على حاجات قليله قوي. صحيح. ليه؟ لا بيحصل خلط ما بين المفاوضات مراحل. المهندس عدلي كان قاعد على الكرسي هنا معاك من يومين وقال لك مفيش حاجه اسمها حد فشل. في ان انا داخل عندي 1 و2 و3 و4. انا داخل السوق مانيش ضامن ان انا همد ايدي اخد الحاجه. صحيح. لانه بالذات في يناير المساله اصعب من الصيف. اللاعب اللي انت بتاخده من نادي دي عنده ظروف معينه مش هيعرف يعوضها دلوقتي. فمبدئيا هو بيتناقش في المرشح الاولاني، فجاه النادي تمسك او صمم على حاجه او الشروط ما جاتش فبينتقل للبلان بي فيبان انه فشل. هو ما فشلش، هو ماشي في خطوتين 3 على ما يقع عند المناسب ايه بالنسبه له. كويس. الصحفي يعرف خبر، انا منحاز لحق الصحفي في انه يقول الخبر. ماشي. بشرط انه يكون خبر. انت مسؤوليتك كنادي او كاتحاد او غيره داري على شمعتك. هتقول لي دلوقتي ما عادتش المساله في ايد النادي بس لان في وكلاء وسماسره. ايوه والعاملين عليها. وفاهمني الناحيه الثانيه. ايوه. لا في كمان مساحه انتفاع. ايوه. ودي خطورتها على المهنه. ايوه. انه المساله ما عادتش مجرده بس. في اطراف بتتدخل عشان تسوق حد عشان تعلي السوق عشان لو ما خدوش النادي الكبير ده هياخدوا غيره. مظبوط. فالمساله خرجت بره طور العرف الصحفي واخلاق المهنه. لكن لو هنجرد المساله انه الحق للصحفي، الصحفي ما عنده خبر متاكد منه حقه انه يقوله. طيب عظيم. يضر ما يضرش، حافظ انت على شغلانتك بشرط سلامه القرار نفسه. استاذ احمد. طبعا انا عايز اتكلم في الموضوع ده بس اتكلم في حاجه اديني بس دقيقتين. اتفضل. يعني يعني بمناسبه ان مجلس اصحاب القهوه يا باشا، اصحاب القهوه الزمالك منزعج من عقد مزاوره الكلام ده. لا انا كنت اتخيل ان مجلس الزمالك ينزعج انه عمال يتفرج. انا الزملكاويه حتى الجماهير مش متابعه الميركاتو، دي اول مره في التاريخ يبقى ميركاتو عكسي، بيخرجوا لعيبه مش بيدخلوا لعيبه. انزعج اما انت تلاقي الفرقه يعني شكلها كده كمان بقى السنه الجايه مفيش كونفدراليه. انزعج من حاجات كتير قوي جوه الزمالك، ان انت انزعج اما بتودي لعيب للمنافس بتاعك. دي جديده، دي انا ما شفتهاش. يعني مزنوق وهتودي ناصر ماهر الخليج يا عم مش عارف ايه. هل مثلا الاهلي ممكن يودي قفشه بيراميدز مثلا؟ مستحيل. وده الصح. ما بقولش انت مزنوق وعايز فلوس تروح توديه بيراميدز، ده انت كده بتقول للناس انزل بسقف الطموح. انا مش منافس ولا دوري ولا كونفدراليه ولا اي حاجه، انا فرقه وظيفتي ان انا بطلع لعيبه. لا ده الانزعاج حاجات كتير قوي.
وعايز اتكلم حاجه بس يعني ايه الناس تبقى تفهمني صح. يلا اتفضل. في موقف يعني ظهور فتوح ليله المباراه في احد القنوات الفضائيه، والله لو كان معاك كنت اقول نفس الكلام، بحلف والله، عشان بس يبقى كلام مجرد. ما ينفعش يا جماعه كابتن من كباتن الفرقه يطلع اللعيبه في المعسكر وماتش مهم لو اتغلبت هتخرج بالكونفدراليه، هو طالع عمال يتكلم ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين تسال يقول لك اصل هو قالوا مش هيتكلم مع الزمالك، تسال اصل هو الحلقه كانت من كام يوم واتاجلت. لا ده مش ذنب الاعلام يا ولا باشا، ذنب لا ذنب لا البرنامج. خالص مش ذنب الاعلام خالص، ولا ذنب المذيع ولا ذنب القناه، انا بقول ذنب نادي الزمالك. ذنب نادي الزمالك تطلعه ليله ماتش، انا ما شفتهاش، ما بشوف حاجات غريبه. لا انت ما تطلعش يا باشا، انت بتطلع لعيب في ليله ماتش زي ده، انت كده بتدوس على ثوابت ربنا عليها يا باشا. يطلعوا بعد الماتش، طلعوا من 4 5 ايام لو انت عايز بقى تجامل او الكلام ده، لكن ما تجاملش على حساب نادي الزمالك. انا اللي شايفه كده يا جماعه، نادي الزمالك رايح للسكه الروح ما رجعش، رايح سكه الترسانه، مش الاسماعيلي ده، رايح في سكه الترسانه والاولمبي والكلام ده. واحنا عمالين نتكلم وانت بتتكلم دلوقتي صفقات، بس الزمالك بره. ازاي الزمالك يبقى بره المواقع؟ ما هو بس طيب، ما انا طب الواقع ده يتغير ولا تحاول تغيره؟ وانا يعني انا نفسي افهم طب ايه الحل؟ طب انتوا بتفكروا في ايه؟ بتعملوا ايه؟ لكن انت ميركاتو زي ده بعيد عنه ماشي، واخد انت في سكه ثانيه عكسي. لا طيب انا مش بقول لك ايه، ده في كارثه في الجهاز الطبي، كارثه. انا نفسي، انا عايز رد، انا عايز رد رسمي. لا ده انا سامع الحلقه مع اسماعيل يوسف بيقول لك جهاد ده من وانا صغير. طيب انا عندي معلومه ويا رب تطلع غلط. ايه بقى؟ ان الكوره من غير طبيب. ازاي يعني؟ ما طفشوا محمد اسامه. مين رئيس الجهاز الطبي في الزمالك؟ بتكشف بره. مين رئيس؟ لا ما ده بتحصل كتير في الانديه، لكن انا عايز رد رسمي. مفيش رئيس للجهاز الطبي؟ معقوله؟ لا مفيش طبيب. مش معقوله. انا بقول حاجه يا عم، هو اصلا مفيش طبيب. يعني ما هو رئيس الجهاز الطبي ده لازم يبقى طبيب. ايوه يبقى شغال طبيعي ويبقى عظام. ولا في طبيب ولا في عظام. انا بقول ده سبب يا باشا. فين احمد ربيع؟ فين انا عايز رد. لو بيسمعوا دلوقتي يرد عليا يقول لي انت بتالف. بس انا عندي معلومه استاذ احمد يا باشا، اتمنى اكون غلط. انا اتمنى اكون غلط. دكتور الزمالك وبعيدا عن الملف الطبي اللي احنا ممكن نتكلم فيه كتير، بس دكتور الزمالك معلن ان هو جيرارد اللي جاي من فيري، بس يقولوا لي ان هو طبيب عظام، تعظيم سلام، بس انا مش عايز اكتر من كده. يعني اي طبيب، اي رئيس جهاز طبي في اي نادي، لا ده حاجه معلنه، ده لازم يبقى الزمالك. انا عندي معلومه، انا بقول لك انا عندي معلومه ان رئيس الجهاز الطبي مش طبيب يا جماعه. اصل اسمه معلن يا استاذ احمد يا فندم. خشوا يا باشا. انا بقول لك هو تخصص عظام ولا بقول لك مش عظام ومش طبيب. خشوا حد ماشي، هو اسمه معلن والناس تقدر تفتش عليه. بس يخشوا، احنا قاعدين في الحلقه يخشوا يقولوا لي يا رب اكون انا غلط. فاصل انت ده انت في لعيب يا باشا. هو فين دونجا فين؟ ما اعرفش. فين دونجا فين؟ عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه. يعني ده يا جماعه ده ناس بتعمل صليب وبتاع 4 5 اشهر. لا اللعيب الزمالك اللي بيصاب ما بيرجعش. ما فيش صليبي بيرجع. طفشوا ولعيبه تروح من هو محمد اسامه. هو جاز يقصد يعني يرجع بعد 7 8 شهور. لا انا عندي انا عندي طرح على الطرح اللي قاله الاستاذ احمد، ولنفترض يعني ان المجلس ده فاشل او فشل في كل الملفات اللي فيه. احنا مش جاي التحكيم، احنا انا مش عايز شخصا الموضوع ان انا ضد مجلس معانا والكلام ده. لا احنا بنقول زي ما بنقول. وانا برضه مش بشخصن الموضوع. ده توقع الزمالك بره الملعب. انا بديك طرح، انا بكمل على الطرح بتاع حضرتك. طب انا نفسي حد يرد عليا في موضوع الدكتور بس. لا ما هو اسمه معلن فموجود. ايه اسمه يعني ايه اسمه معلن؟ يعني الزمالك اعلن ان عنده يعني هو دكتور جيرارد جاي من فيري، بس طبيب عظام. ايوه. طيب ما ده سؤال انا عندي طرح تاني اتمنى يبقى في اجابه عليه من الناس في نادي الزمالك. تليفوناتنا كلها مفتوحه، حضراتكم على تواصل مع يا ريت. انا بقول يا ريت. انا عندي طرح تاني بس الاستاذ احمد يعني لان الاستاذ احمد تناول نقط مهمه جدا، وهي النقطه اللي بيتكلم فيها جمهور الزمالك. احنا هنفترض فرضا كده استاذ احمد المجلس ده فاشل وفشل في كل الملفات اللي قدرها. مش هنتكلم بقى في الحاجات اللي هم كده بيدافعوا بيها عن نفسها، اللي يقول لك ايه انا جيت على مديونيات وانا سددت وانا سويت وانا عملت والكلام ده. سيبك المجلس ده عمل ايه او ما عملش ايه، احنا بنتكلم في وضع حالي دلوقتي في نادي الزمالك لا يرضي جماهيره. طيب لا ده ما يرضيش الاهلاويه، مش ما يرضيش جماهيرهم. لا انا بقول لك هو الزمالك لا والله ما يرضي الاهلاويه. الوضع اللي فيه الزمالك ده من ساعه ما وعينا على الدنيا الزمالك مش فيه خالص. هكمل مع حضرتك. اتفضل. دلوقتي عشان حال الزمالك ينصلح وكل مشاكله تتحل بحسبه بسيطه، هو محتاج مليار جنيه، مش محتاج 100 مليون و200 مليون و300 مليون. المليار جنيه بالنسبه للاهلي وبيراميدز هم رفاهيه، ودي شطاره من الاهلي وبيراميدز، مش
ما بعيبش ان هي يعني رفاهيه ازاي يا عم؟ ده مليار جنيه اللي رفاهيه بس. لا رفاهيه يا خالد يا راجل بس. لا عندك كل يا راجل بتتكلم بيجوا بصعوبه يا عم. مليار جنيه اللي رفاهيه. الاهلي دي اصلا يعني استدعاء الاهلي استدعاء الاهلي في الموضوع ده مش مناسب. يعني انت كده بتتكلم على ما لديك من الزمالك وما لديه من ازمات. ما عنديش مشكله. تمام. فالزمالك عشان يقوم محتاج مليار جنيه. هل لو المجلس ده مشي وانت حضرتك يعني استاذنا الكبير وكنت بتنتقد ده لسنين ان احنا ما فيش ادارات مستقره فما فيش حد بيتحاسبه. عايز توصل لايه يا عمرو؟ عايز اوصل يا كابتن ابراهيم ان مشكله الزمالك اداريه بحته في اخر 20 سنه. من 2005 ل 2025 كده الموضوع انت انا بس عمرو انا اسف برضه، يعني انا برضه بتكلم معاكم واذا اذنتوا لي يعني انا اشارك معاكم في الحوار. اتفضل طبعا. انا جاي معاكم طبعا. ما هو انا دلوقتي لازم لما اجي اخش جوه مجلس اداره انا بحدد مجلس الاداره الحالي، وانا هنا ما انت عارف علاقتي بالناس كلها يعني محترمه جدا. بس انا بخش عارف مشاكلي ايه، ازماتي ايه، اللي ليا ايه، اللي عليا ايه. اقول له يحل. قبلت المهمه ثانيه واحده، قبلت المهمه اشتغلت عليها، انا عارف ان انا وانت انا عارف انا بعمل ايه وبعمله ازاي. فما ينفعش النهارده اجي اتكلم عشان اقول انه المشكله او الازمه اللي موجوده دي لا ده هي من يا راجل ده انا اسف يا ابراهيم. انت دخلت والفصول الجديده انت دخلت الازمات الجديده انت دخلت عندك مشاكلك انت اللي موجوده دلوقتي. مشاكلك انت ما عالجتهاش. فما اقدرش اقوم ارسل لا اللي قبل كده واللي قبل كده واللي قبل كده. هو انا ما بقولكش اللي قبل كده، انا بقول لك سلسله ادارات اتغيرت على الزمالك. يعني مش مختلفين. مشاكل الزمالك الحاليه مسؤول عنها مجلس اداره نادي الزمالك الحالي. وانا بعفيهم من المسؤوليه. انت حضرتك مجلس اداره بتخرجني دلوقتي. عمرو مجلس اداره الزمالك الحالي وجهه نظري اصلا. كمل يا عمرو. انا ما بعفيش مجلس الاداره من المسؤوليه، انا ما كملتش الطرح اصلا. اتفضل. فهنفترض ان المجلس ده مش الصبح. مين يقدر يجي يحل الازمه دي كلها؟ ما بقولش كده خالص. انا بقول انت في مشكله هتعمل ايه تحلها، لكن هنقعد نقول من 20 و30 سنه انت جيت وعارف، اظن جيت وعارف الدنيا واضحه وقلت عندي المشاكل كلها وحلها. كابتن حسين لبيب اول ما جم هم وعدوا تغيير الصوره الذهنيه. قال لك ما اكمل انا بتكلم ايه بوجهه نظري. اول ما جم وعدوا قال لك حل كل المشاكل، مفيش مشكله هتقف قصادنا، لو لعيبه من الاهلي هناخد، لو لعيبه هنعمل كل ده. فده تم الوعد بيه. اول اداره ازمه كانت تقدر تدخل فلوس للزمالك كانت بيع زيزو. تبيع زيزو ب 300 مليون الحال يتقلب خالص. ما بعتش زيزو عشان ما يروحش الاهلي، راح زيزو بعد كده النادي الاهلي وخسرت ال 300 مليون وبقى عليك مليار زي ما عمرو بيقول. والنهارده بتبيع نصر الماهر وعليك يعني فاهم في قضيه هتطلع بحكم زيزو ب 40 مليون علشان تعوض فلوس. طب ما انت يعني فهي دي الاداره بالظبط تخلص نفسك من المشاكل. جه هو في الاول وفي الاخر هو مسؤول عن مشاكله ده ان هو يحلها. يعني كمجلس اداره هو مسؤول عن مشاكله دي. انا نقطه مش مختلف فيها. لا اصل دي مسؤوليه لجماهير يا عمرو. مش انا بسال الزحمه لازم نعرف هنعمل ايه. كل ده عظيم جدا. انا بسال سؤال، ماذا عن القادم بالنسبه لنادي الزمالك يا جماعه؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه. الناس خلاص بقى، يعني الناس ايه اقصد كل الكلام ده هي عارفاه خلاص. دلوقتي الناس جمهور الزمالك قاعد بيتفرج علينا دلوقتي. طب يا جماعه ماشي تمام حلو، انا هعمل، انا عايز مدير فني اجنبي، هتجيبوا لي ولا لا؟ ترفعوا القيد امتى يا جماعه؟ طب انتوا باصين لنا؟ طب واخدين بالكم؟ طب احنا هنكمل في المنافسه على الكونفدراليه، مكملين في الدوري، مكملين في الحاجات دي، مكملين في الحلقه، ولا نطلع فاصل؟ نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل.